السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بما ان موسم الليمون ابتدى، والليمون دلوقتي سعره مش غالي، ب10 او ب12 جنيه بس. يلا بينا نعمل الليمون السريع المخلل في 3 ايام بس، هتاكلي احلى ليمون. حاجة كده في منتهى الجمال، زي الزبدة وزي العسل. يتاكل جنب شوية فول، جنب حواوشي، جنب فتة، جنب اي حاجة موجودة عندك هيتاكل. وكمان انا اوقات بعمل كده سندوتش ليمون لوحده لما بلاقي نفسي عايزة حاجة حادقة. سهل جدا يا حبايب قلبي وبسيط، وهيتعمل في 3 ايام، هتفتحي عليه وزي الفل وزي العسل زي ما انتوا هتشوفوا كده. اول حاجة انا معايا جبت كيلو ليمون. انا اخترت الليمون اللي ناعم، سواء اخضر او اصفر عادي مفيش اي مشكلة. هختار الليمونة اللي ناعمة من بره زي ما انتوا شايفين كده، وهشطفه كويس جدا جدا وهغسله وانضفه. لو في ترابة في طينة في اي حاجة ينزل. بعد كده هبدأ أشقه نصين بالسكينة. طبعا مش للآخر، أنا هقسمه كده، هسيب منه حتة عشان ما يتفتحش مني جامد، أو يتقسم نصين جامد في التسوية. بعد كده زي ما انتوا شايفين كده أنا فتحت الليمون كله. لو وصلت معايا لحد هنا يا حبيبه قلبي، ما تنسيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم من قناتي كل جديد. واتمنى اعرف رايكم في الوصفات اللي انا بقدمها. بعد كده حطيته في الحله اللي انا هسوي فيها الليمون، وغمرته بالميه زياده عليه شويه كمان زي ما انتوا شايفين كده. هبدا بقى اطلعه على النار يغلي 5 دقايق بس. مجرد ان هو هيبدا يسخن ويغلي غلوتين 5 دقايق بس على النار، هيبقى بالمنظر ده. انا مش عايزه اسويه اكتر من كده. الحركه دي اولا بيستوي معايا شويه وبينزل المراره بتاعته في الميه. هبدا بقى اكب الميه اللي هي مش حلوه دي، واجيب بقى في نفس الحله نبدا نجيب الليمون على الناشف، مفيش اي ميه لسه. معايا معلقتين من هريسه الشطه او معلقه كبيره، سواء هريسه شطه حاره او بارده اللي عندك. معايا كمان معلقتين كبار من العصفر، و3 معالق كبار من الملح. هبدا بقى اقلب كل المكونات دي مع بعضها، وهبدا ازود ربع كوبايه ميه بس، شيء ميه صغنطوط كده خالص، مش عايزه اكتر من كده. هبدا ازود شويه ميه لان كده كده اصلا الليمون هيبدا ينزل ميته مع التسويه، احنا بس بنساعده على التسويه. هحط ربع كوبايه الميه بتاعتي، وهبدا بقى اولع عليه على نار متوسطه. ادي ربع كوبايه الميه، هبدا اولع عليه على نار متوسطه لمده ساعه الا ربع لساعه. النار تكون وسط يا حبايب قلبي، مش عاليه عشان ما الليمون بتاعي ما يتحرقش. بعد كده هبدا بقى بعد الساعه الا ربع او الساعه ما عدت، ده منظره كده بدا ينزل كل الميه بتاعته. اوعى الميه دي ترميها، لا طبعا احنا هنحتاجها. ماشي. بعد كده هنبدا بقى نحطه في برطمان زي ما انتي شايفه، وهنحط طبعا الميه اللي طلعت منه كلها. طبعا البرطمان بس كان كبير شويه. بعد كده هنبدا بقى نحط شويه زيت، يعني حوالي 3 معالق زيت كده بسيطه على الوش عشان الليمون ما يعفنش معاكي. هبدا بقى اغطيه واسيبه 3 ايام، هتفتحي عليه هيبقى زي الزبده زي ما انتوا شايفين كده. سهل جدا يا حبايب قلبي وما خدش مني وقت. وعايزه اقول لكم كل ما بيقعد كل ما طعمه يبقى احلى واحلى. زي ما انت شايفه كده طلع تحفه وكل اللي داق منه شكر فيه جدا وقال لي تسلم ايدك، وان شاء الله تعملوه ويطلع احلى من كده، وبالف هنا